هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يساوي جيمر في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلم عن الانترنت في السعودية والامارات. وتحديدا وين؟ الحين يطلع الاعلان تبعي. انت تحديدا الان في قطر صح؟ ابغاك تسوي لي كمان مشاركة للشاشة. قطر؟ لا مو قطر، فين قطر؟ تلخبطت. الامارات العين. يب انا في الامارات في مدينة العين. اقول لك سوي كمان مشاركة. اسوي لك مشاركة. اوكي سو خلنا نروح على خلنا نسكر كل شيء دقيقة. خلنا نسكر كل هذا القصة. ايه الو قفل الصفحات هذه يا اخي مزعجة، ما تشغل لي تورنت مشغل، ايش هذا؟ انا قفلت كل شيء. ما علي عادي. دحين ادخل على اول شيء. ابغى اعرف سرعة النت تجيك كاملة ولا لا. اولا انا مستاجر او يعني طالب 20% سرعة النت. مشترك. انا قلت طالب، ما عادي يعني طالب مشترك. طالب من اي مطعم؟ anyway فانا مشترك ب 20 ميجا. وانت كم مشترك؟ والله انا الدي اس ال عندي هنا تعبان، مشي حالك، بس انا ما ابغى اظلم يعني السعوديه كامل. في ناس عندهم نت سريع. انا عندي رحيمي في ثول عنده نت 20 ميجا، بس الابلود 1 ميجا ونص ميجا زي كذا، ما يتعدى. قالوا لي اذا تبغى ابلود دقيقه. الحين 1 ميجا عنده الابلود وعنده 20 ميجا. 20 ميجا ايوه، وتوصلوا كامله. توصلوا كامله؟ ايوه توصلوا كامله، توصلوا 20. انا لما احمل عنده في ستيم 2 ميجا وشويه توصل. حلو. خلينا نحن الحين نسوي سبيد تيست. اني ابطل هذه سبيد تيست. الاتصالات دوت. ايوه اوكي. ليش يجيب لك ب 56 بت؟ تختار حقك السرعه. عشان يتاكد يشوف هل سرعتك كم. من الحين قاعدين نسوي تيست. وصل عندي 19.4 كويس جيد. لا تعتبر كذا السرعه كامله. قول حق الاتصال وحق حق الشيرنج برضه. في 0.5 لو سمحت 19 كم وصل؟ 45. لا عادي كذا تعتبر 20. انا متاكد انه لو قفلت الاتصال اوكي، لو قفلت الاتصال بتكون اسرع. ما شاء الله 5 الابلود. شوف المتفوق بين ال20 حقك وال20 اللي في السعوديه هنا الابلود زياده، بس فلوس زياده 4.99. طيب لا اعتبرها 5. طيب كم سعر هذه الخدمه؟ 400 او 399. اوه كثير والله. هنا المبلغ هذا تاخذ به ال40 ب 300 ريال. ال40 300 ريال ايوه. طب خلينا الخدمه عندكم كيف؟ يا حبيبي مو في كل مكان ترى الخدمه سيئه في السعوديه زي ما قلت لك. خلنا نعطي مثال. خلنا نعطي مثال. انا كل مره اقول لك كيف الخدمه تقول لي حسب. كل مره اقول لك كيف نعطي حسب. هذه مره لا باخذ منك كلام. انا عايش في الامارات في مدينه العين، تمام؟ يعني حولي بيوت شعبيه، بس انا الوحيد الفيلا. ركز معي. حوالي كله بيوت شعبيه وانا الوحيد الفيلا، تمام؟ لو خذيت بيتي هذا وحطيته في السعوديه الخدمه كيف راح تكون؟ لو خذيت بيتك يعني تشيل بيتك نفسه يعني علاء الدين انت ولا ايش؟ ايوه كل الحاره هذه لو انا كنت بستاجر نفسها بالسعوديه كيف راح تكون خدمتي؟ حتكون زي ما هي عادي، يمكن تكون احسن. حتكون زي ما هي واحسن. ايوه انا قلت لك المناطق السعوديه مو كلها خرابه، يعني انه النت تعبان. والله في احياء تشوفها خلينا اكمل. في احياء تشوفها عندنا في السعوديه تقول هذه والله النت عندهم اكرمك الله زباله، يعني ما حيشتغل نهائيا، لكن تشوفه سريع لانهم حفروا ومددوا الاسلاك وجددوا الكابينه، خلاص صار النت سريع. في اماكن عشوائيه عندنا هنا ما حفروا فيها ولا حطوا فيها ولا شيء، وفي اماكن كمان عندنا قرى ما فيها اتصال نهائي. طب الاغلبيه عندهم كويس ايوه، بس مقارنه عندكم الابلود هنا افضل صراحه. عندنا الابلود يقول لك ادفع زياده.
طب انت لما تشتري مثلا 20 ميجا، الحين انا اشتريت 20 ميجا تجي لك انليمتد؟ ايوه انليمتد. الاتصال الارضي عندنا في السعوديه انليمتد. انليمتد. حلو حلو. الاتصال عندكم انليمتد ما يقطع؟ ما يقطع نهائيا، حسب المكان اللي انت ساكن فيه، حسب الكابينه مش المكان. لا 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 لحظه انا غلط، مو حسب المكان، حسب الكابينه اللي انت شابكين لك منها. في كباين جديده دوبهم صلحوها، يعني هذه ما فيها خرب ولا فيها اي شيء. اما الكابينه اللي تجيك قديمه اسلاكها طالعه برا حالتها حاله، هذه النت فيها يقطع وزفت في السعوديه. احنا ما نبغى نظلم ناس اخرين نقول لهم والله النت عندكم تعبان ما ادري ايش. انت تبغى تقول انه في السعوديه كامل النت مره تعبان؟ لو جينا مقارنه بالمساحه اللي عندنا، احنا اكبر منكم كثير واكثر عددا. اسمع طيب اسمع اسمع، الحين انت ما جاوبتني على سؤالي. هذا بيتي خذيته حطيته في السعوديه، كيف راح تكون الخدمه؟ انا راح اقول لك الخدمه اللي عندي كيف الحين حسب المكان اللي بنحطك فيه. خليني اكمل. اقول لك الخدمه عندي كيف، وانت المفروض تقول لي لو انا خذيت نفس البيت هذا وحطيته في السعوديه كيف راح يكون الخدمه. حقول لك ايش كيف عندنا الخدمه. تمام؟ الخدمه نحن عندنا الحين اذا مثلا خلينا نفترض انه خرب عندي النت. ايوه تمام؟ ايوه. وهذا شيء صراحه ما صار معي الى الان، يعني من اول ما شريت يمكن من ما ادري من متى نحن مشتركين في النت مع اتصالات وما صار كذا. تمام؟ من ابدا ما خرب النت. اللي يخرب اذا في حال خرب النت عندنا، يخرب الاستيك اللي هو الراوتر اللي يوزع للبيت. هذا ممكن يخرب لانه لها عمر، يعني لها سنه سنتين. هذا دائما يخرب ترى، حتى عندنا برضه. اي هذا خرب تقريبا باول سنتين او شيء زي كذا. احنا احيانا تكون الاسلاك تكون خربانه برضه، الاسلاك تكون خربانه، الاسلاك اللي ممدوده من الكيبل الى الراوتر. طيب الى المودم. فانا خلينا نقول انه خرب عندي النت، انا حاتصل الحين على اتصالات. اذا اتصلت لهم اول شيء راح اتكلم مع خدمه العملاء واقول لهم ابغى واحد يساعدني. ثاني راح يقول لي ثاني يوم راح نجيب لك واحد. حلو؟ ايوه. ثاني يوم يجيني واحد وهم اللي يحددوا الساعات، مو انا اللي انا اللي احدد الساعات، مو هم اللي يحددوا. يعني يقولوا لي مثلا انت مثلا تبغى تصلح النت، ما تكون فاضي او عندك يعني وقت فضاوه بكره، عندك مثلا من الساعه 12 للساعه 2، من الساعه 5 للساعه 7، اي وقت انت تكون فاضي فيه. بس اختار وقت، بعدين تختار وقت ومو انت اللي تروح تلحق ورا الهندي ولا اللي يصلح لك. طيب لحظه. هو اللي يتصل لك، هو اللي يهريك تليفونات عشان يصلح لك الشيء. طيب عندي سؤال. لحظه، انت لما تتصل على مثل خدمه العملاء تقول لهم ابغى صيانه وعندي مشكله، لما تتصل معاه يقول لك متى على طول تبغى الوقت ولا يقول لك انتظر؟ كيف يعني؟ يعني اتصلت عليهم قلت لهم انا عندي النت خربان، حيقول لك حدد مكانك وحيعطيك وقت انه يجيك، يقول لك خلاص بعد يومين بعد ثلاثه بعد 24 ساعه، ولا يقول لك دحين يجيك على طول؟ هو الاغلب يقول لك يعني ما ادري، بس يعني الاغلب يقول لك مثلا 48 ساعه ويكون عندك، عارف؟ وبعد ما يقول لك 48 ساعه بيكون عندك، يقول لك حدد الوقت اللي انت في نفس الاتصال نفس المكالمه، صح؟ احنا عندنا ما يقول لك حدد الوقت اصلا، ويقول لك خلال 48 ساعه يجيك الفنينج، واحيانا تمد لها يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام وبعدين يجيك حسب مكانك. والله عدد لانه هنا الاتصالات السعوديه في السعوديه عامه مسيطره على الاتصالات بشكل عام. في عندنا زين وعندنا موبايلي كمان بتمدد كمان اسلاك ارضيه للالياف البصريه. لكن كم شركه عندكم؟ عندنا الشركتين اللي تقول انا صح، موبايلي واس تي سي، شركتين بس. طيب دقيقه، لا غير موبايل واس تي، كم شركه عندكم في السعوديه كلها؟ عندنا فيرجن وعندنا زين وفي شركه اسمها شركه عديب، في كذا شركه حول 5 شركات. بس المسيطر المفروض طيب ما يكون في تاخير. لا المسيطر ذحين للنت الارضي موبايلي وزين، لا موبايلي واس تي سي، موبايلي واس تي سي اللي مسيطر بشكل عام في السعوديه. دقيقه جاني التليفون، دقيقه. هنا حنقص اللقطه هذه. اوكي. هذا وقته الواحد، انا جوالي مصمته كل حاجه. اوكي. هي دحين نسينا ايش الموضوع. ايوه كمل.
ايش كنت تقول؟ ما نسيت. اي عندكم 5 شركات تمام؟ ايوه. وتقول لي هم المسيطرتين الاتصالات والشركه الثانيه شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي. تقول لي انه نحن نتاخر عشان السعوديه كبيره، المفروض انه السعوديه كبيره سكانها كثيرين صح؟ كثيرين. موظفينها كثيرين. اسمع، انتم عندكم قرى؟ كيف يعني؟ قرية فيلج في عندكم؟ والنت فيها ممدود كويس وكل شيء؟ ما جربت اروح اشوف. طيب انت قاعد الحين تقول وتجزم تقول انه العين كلها الاتصالات فيها 100% ما يقطع، ما حد يشتكي. ابغى اعرف عندكم في القرية نفسها القرى هل الانترنت واصل ولا لا؟ ابغى تمثل لي كيف يعني، او مثلا يقول لي القرية كذا عشان لا اكون انا عندكم شيء القرية وعندنا شيء ثاني القرية. ما تعرف كلمة قرية، ما تعرف كلمة فيلج بالانجليزي برضه؟ فاهم عليك، فاهم القرية، بس القرية فيها ناس في قرى تكون ما فيها اصلا كمبيوترات. ايوه. ما فيها اصلا شيء اسمه كمبيوتر. ايوه في الريف. يعني في قرى كذا. ايوه في الريف، انتوا عندكم برضه؟ في قريات اللي عايشين على الحصى وكذا. ايوه هذول نواصلهم النت ولا لا؟ هذا ابغى اعرف بس. ما اتوقع عندهم كمبيوترات اصلا. طيب معاهم نت ولا لا؟ تكلم يا سلام. ايوه طيب قول لي انت تقول لا ما اتوقع عندك كمبيوتر، قول لي ايوه ما في نت وخلاص. اعترف اي خلاص ما في نت، انا بس ابغى اعرف الرساله هذه. حتى عندنا برضو في قرى مو واصلها النت زي الناس. وحيد كيف عندكم النت في الشوارع وزي كذا في الشوارع في عندنا على حسب ما سمعت يقولوا في مكان في الكورنيش فكنا النت لناس، ولكن ما ادري لكن زي ما تقول مولات ما الكلام هذا ما في عندنا. كل حاجه ادفع فلوس. كل مكان ادفع. نحن عندنا تقريبا لكن مول، اميريتس مول، فيستيفال مول، المولات هذه في دبي تقريبا او في ابو ظبي بعد، وفي عندنا في العين، في عندنا مولات في العين، في كثير مناطق في اي يعني في كثير مناطق فيها النت ببلاش. وعادة الكافيهات اي كافيه تحصل في الامارات تقريبا مو 100% لكن 70 الى 80% من الكافيهات اول ما تطلب شيء مثلا مويه ولا شيء تقعد يعطونك الباسورد وخلاص تحطه وتقعد تشتغل. بس مو انه تدفع انت تتصفح وتحمل كل شيء، يعني تكون طالب عشان تقعد يعني مو قاعد في المكان عشان ببلاش، يعني عرفت لازم تطلب شيء. بس انا اشوف في اماكن كثيره النت ها؟ انا اشوف ال 200 هذه الفرقت عن نتي عن نتك، اللي هي انت تقول نتنا ب 200 ل 20 ميجا صح؟ ايوه انت قلت 400 لس كم؟ انت قلت 300 لس 40 ايوه كمل 20 ال 20 ب 200 199. طيب انا صراحه رايي الخاص اني اشوف ال 200 هذه اللي قاعده تنتفع زياده فيها الخدمه يعني، ما ادري يعني هذا رايي الشخصي بس. طيب وانا كمان رايي الشخصي انه بالعدد السكان اللي موجودين والمساحه احنا كم في المية اكبر من العين، قصدي من الامارات كامل. بس يا وحيد انتوا عندكم عدد سكاني مره كبير، يعني احنا عندنا 10 مليون أيوة في مساحه صغيره، انتوا عندكم كم مليون ما ادري كم 100 مليون ولا ما ادري كم عددكم في مساحه كبيره. لا يعني شوف أيوة. كانك تقول لي عندي بيت فيه 5 اشخاص قاعدين وعندي غرفه فيها شخصين قاعدين، اوكي بل الاثنين المفروض يكونوا بانين نفس الشيء. يعني مثلا انتم في السعوديه عندكم ناس كثير، في موظفين كثير، في شركات كثير، في توزع، عارف هذا المفروض. أيوة. ما في شيء اسمه انتم عندكم سكان اقل، انتم عندكم بس شوف عندنا موظفين اقل صح ولا لا؟ ايوه بس تعتبر على المساحه، انا اتكلم على المساحه الموجوده عندنا هنا. يعني مثال عندك مساحه كبيره وتبغى مثلا تزرعها وعندك مساحه صغيره، فين اللي تزرعها بسرعه؟ عايش في جده صح؟ ليه في جده؟ الرياضية اكثر المدن متحضره عندكم في السعوديه صح؟ طيب نعم. الحين انت في جده، قاعد اقول لك انت في جده، احنا قاعدين نتكلم عن العين مو اكثر شيء مشهور في الامارات، اكثر المناطق المشهوره ابو ظبي ودبي وهذه. كم مساحتها العين طيب؟ صغيره يعني لفتين بالسياره. لفتين بالسياره وتخلص. خلص. عندنا دبي اكبر وعندنا يمكن ودبي لسه فيها يمكن فيها الخدمه، دبي مع انها اكبر من العين فيها الخدمه افضل. ايش رايك؟ طيب الشركات هذه شركات اجنبيه ولا شركات حكوميه اللي عندكم؟ ما ادري، ما في ايديا. كيف ما تدري؟ احنا الشركات اللي عندنا ما هي اجنبيه. الشركه هذه حق موبايلي جت اعتقد من الامارات من عندكم. انت موبايلي شغال عندكم؟
عنده اتصال ارضي، عندهم الياف بصريه وعندهم كل شيء لكم. اتوقع انا بس دقيقه بتاكد عن موضوع الفور جي. الحين انت مسجل 4 جي وانت اكثر واحد وياي عرفتهم سعوديين معاني مع النت. ايش معاناتك مع النت؟ معاناتي من النت انه يعطوك شريحه ويقول لك انليمتد، تاخذ الشريحه منهم وتروح تشغلها. مثال اخذت سنه كامله، سنه كامله تكون دفعت عليها مثلا 1400 ريال من اس تي سي، تشتغل معاك 4 شهور 5 شهور 6 شهور. سرعه النت حسب البرج، حسب المكان. في اماكن توصل 50، في اماكن توصل 30. انا كانت توصل 65 السرعه، 65 وابلود كان 17. بعدين شويه تقلصت السرعه، صارت توصل الى 6 7 8. فبعدها صارت نص ميجا نص ميجا نص ميجا. خلاص الشريحه اول ما انتهت ما عاد اشتركت معاهم، فرحت اشتركت على طول في زين. زين شويه ارحم، الابلود فيها 6 الى 7 ميجا، واتصال الانترنت وصل 8 7 9 زي كذا 5، ارحم من السي سي. طيب انتوا الفور جي عندكم مفتوح ولا مو مفتوح؟ ما جربت عشان يبغانا بعدين فيديو ثاني نجرب. عموما هذا الموقع نبغى نجرب كمان موقع ثاني غيره اللي هو سبيد تيست دوت نت. ما ادري ليش ما قاعد يشتغل عندي. يمكن يشتغل ما ادري، بس الاغلب لا. في برنامج قاعد يقول لي لازم تنزل برنامج ما ادري ايه، يمكن يشتغل الله اعلم. طيب اشتغل والله كويس. على حظك. نبغى نشوف دحين السرعه كيف. حلو عشان المشاهدين ما يقولوا ما شاء الله ما شاء الله البنج 7. دبي هاسل. في احد متصل معك بنفس الراوتر؟ كيف يعني؟ دحين اللحظه هذه في احد متصل معك؟ من تقصد يعني مثلا مشتركين مع جيران ولا في حد قاعد يسمع؟ لا البيت نفسه، البيت انتوا الاتصال حقهم. راوترين مو راوتر واحد. في ناس قاعدين يشتغلوا على الراوتر الثاني. لا انت دحين اتصال واحد ولا كم اتصال؟ يعني واحد بس في راوترين، يعني واحد يوزع على راوترين. كيف؟ لا انا ابغى دحين اعرف الجهاز نفسه عندك راوتر لحاله موزع في البيت صح؟ في احد في اللحظه هذه شابك؟ اذا ما احد شابك ترى السرعه حتجي كامله، معناها ماخذين اتصال شويه. حلو. بنك 7 ميجا ولا ايش ايوه البنك 7. البنك 7 كويس. والثاني هذا فين تشيل منه الفاره؟ شيل الفاره من التحميل. 20 19 ونص هناك 5. والله حلو عندك النت كويس، يعني ما انت ما حتعاني نهائيا. بس دقيقة يا اخي، انت قلت لي من قبل انه حسب المناطق، في مناطق ما يجي لها، في مناطق زبالة صح؟ ايوه زي ما قلت لك القرى، بس القرى الارياف الوحيدين اللي في السعودية يعانوا. لا مش القرى ما فيها ابراج. اول شيء الابراج بعيدة. 2 عندك المدن الابراج فيها قليلة. يعني مثال موبايلي حاطه مثلا ابراج 6 7 مثلا في الحي هذا. انا اتكلم عن اللي يعانون بشكل عام، مش انه يقطع عندهم النت مثلا سواء من الخدمه لا بس اي شيء. لا ايش صار الحين في هيئه الاتصال ايش سوت؟ ضغطت على الشركات كلها. كانت زين عندها سياسه استخدام العادل، اللي هي علم الناس عنها. سياسه الاستخدام الظالم، سياسه استخدام الزق، سياسه الاستخدام العادل. هذه معناها حدك انت المستخدم 1 جيجا في اليوم ما تزيد زي كذا. هذه معناها يعني انت اتفاقيتك معاهم العقد يقول انه النت مفتوح، تكتشف بعدين انه في سياسه استخدام العادل ما يكلموك. يعني هنا يعني تشتكي مين؟ انت لما تروح عنده تقول له انا ابغى استخدم مثلا 20 ميجا، حلو؟ ما يقول لك أيوة. في حد. لا ما يقول لك نهائيا. ما يقول لك مره، ما يقول لك نهائيا. صوته بس دحين ايش صار؟ دحين شوف اسمع، دحين ايش قاسين يقولوا؟ قالت الاتصالات السعوديه احنا ما عاد عندنا مفتوح، عندنا مثلا قول 30 جيجا 60 جيجا صح؟ ايوه. انا الاونه الاخيره لما رحت اخر مره يبيعوا المفتوح، لكن انا ايش ضمن لي؟ اخذ منهم وبعدين اليوم الثاني يطبقوا عليك سياسه استخدام العادل. ما في ضمان.
ممكن اول ما يبيعوك يقولوا لك انت عندك كذا شريط، وبعدين يستخدم عليك سياسه الاستخدام. لا هم كذا ولا كذا، اخذوا منك مقدما، اخذوا طيب منك مقدما الفلوس. تقول انه انت قاعد تسوي كذا سويت انت مثلا حجزت 20. لا ياخذ منك الهويه بس، يطل فيها زي كذا، يعطيك ذا ويقول لك خلاص، ويقول لك مفتوح، السرعه مفتوحه زي ما تبغى. في ناس يجيها 10، اللي يجي 15، اللي يجي 20 حسب المكان. واحيانا بتكون كثافه سكانيه في حي، النت يكون سريع شويه شويه شويه، يصير بطيء لانه كثير ناس اشتركوا. هذه هي المشاكل اللي عندنا. واذا طبقوا عليك سياسه استخدام العادل هنا في السعوديه من اي شركه، ما في قانون يحميك. كمل بس كمل تقدر عشان ما اقطع. كمل سياسه استخدام العادل. انت ما كمل. هي سياسه استخدام العادل انك تستخدم 1 جيجا في اليوم وخلاص. الان اصبحوا واضحين. هيئه الاتصالات السعوديه ايش قالت؟ قالت يا شركات كل واحد يحدد الخدمه حقه. رحت عند موبايلي قالوا عندنا 20 وعندنا 80 وعندنا 60 زي كذا. طب هذه ال 60 هذول موبايلي ممكن مثلا في اليوم يعطيك مثلا ايوه يمكن تخلصها في كل يوم 1 جيجا 1 جيجا 1 جيجا بموبايلي زي كذا. فهمت؟ وعندك كمان زين كان عندها سياسه استخدام العادل قبل، بعدين قالت خلاص ما عندنا سياسه استخدام العادل. واحد من خويانا من الرياض اشترى زين وشغاله معاه حلاوه، وقاعد يحمل ويلعب وكل حاجه وابلود سريع. بعد فتره خلاص باقي يمكن تقريبا 15 يوم ل 20 يوم، بدات السرعه تنزل ل 5 ميجا من اصل 40. شوف تخيل. انه هذه ما صارت معي ولا مره الحمد لله يعني. انا اتكلم عن الفور جي. انت 4 جي عندك؟ 4 جي يختلف عن الاتصال الارضي يا باشا. لا الاتصال الارضي يختلف. على فكره يعني حتى باستخدام، في عندي خويه عنده 4 جي، حتى لما اروح عندهم ما كذا، ما في سياسه العادل، استخدام العادل. طيب في قانون يحميك هناك في الامارات؟ يعني اذا حد يعني مثلا باعك شيء غلط او شيء زي كذا، تقدر تروح تشتكي عليه. تقول له مثلا انا شريت كذا وانت قلت لي انه ما في سياسه استخدام العادل، اذا طلع فيه تقدر تروح تشتكي عليه. ايزي. كله يعني بحقك، تاخذ كل شيء بحقك. بس يعني عندي خويا يستخدمون هاي الفلاشه. عندي واحد قد مره شفته قاعد يستخدم الفلاشه، اكثر من واحد. ما قد واحد اشتكى من النت. يا اخي انا الحين طالب مدرسه، اوكي؟ عندي خوياي في المدرسه. نعم. في منهم ترى عندهم 4 جي، وفي منهم عندهم اسلاك. اولا الاسلاك بحياتهم ما اشتكوا، بس يشتكوا من شغله واحده، انه قبل لا يتركب النت مثلا يقول لك نبغى نركب في المنطقه هذه، ما في، ممكن يتاخر عشان يركبوا لانه يبغوا اكثر من واحد. يعني مو انت مثلا منطقه ما ادري كم متر في متر، انت الوحيد اللي بيفتحوا لك اسلاك عشانك انت بس، عارف؟ فيتاخروا شويه حتى 2 3 يطلبوا، عارف؟ ممكن يتاخر موضوع شهر او نص شهر، عارف؟ لانه تكون مثلا منطقه ما فيها احد مستخدم النت، يعني زي ما تقول. لا تعرف احنا واحد، الحين قبل اقاطع كلامك، في واحد ايش قال خلاص انا طلبت النت، طلبهم بعد فتره، بعد يومين قالوا له والله الكابينه اللي عندك خربانه، قالوا له، فقالوا له ما في، كنسلوا له الطلب. ما في خلاص؟ اي قالوا له ما في قالوا له ما في، كرشوه ظهر احمر. يعني خلاص ما والله قالوا ما عنده انترنت، ما في، قالوا له ما في قالوا له ما لك الا الفور جي. فهمت يا باشا؟ انت على فكره اللي عندنا في الفور، يعني في ناس انا ما قد استخدمته شخصيا، انا ما قد قعدت عليه وحطيته في البيت عندي واستخدمته، لانه هنا في اسلاك عندنا. بس اللي عندهم 4 جي ما يشتكون، الا اذا عاد في ناس انا ما اعرفهم، ما اتوقع يعني. يمكن في زي ما قلت هناك عندكم في الامارات في قانون يحميك، هنا ما في قانون يحميك. هنا تاخذ حقك الشركه، ولا في احد تكلمت رحت اشتكيت يقول خلاص ارفع طلب، ترفع 20,000 طلب ولا تجيك الخدمه الين ما طلوك، الين ما تنتهي الخدمه، وانت بنفسك تقنع وخلاص ما عاد تروح تشترك معاهم. كثير قاعدين يسبون في شركه الاتصالات ولا حياه لما تنادي. This is fucked up. عموما كذا خلاص وصلنا لنهايه الفيديو. عموما هنا وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والفافورت. لا تنسوا تشوفون قناه وحيد عمر موجوده تحت في الديسكربشن، تقدروا تروحوا تشتركوا عندها اذا حبيتوا وتعاونوا مع المعاناه او تشتركوا عندي برضو انتوا اسرع من عنده. يعني انتوا عارفين كيف. انا عشان في منطقه عشوائيه برضو. عموما لا تنسوا كمان تشيكوا على قناته وتشتركون عنده ودعموه.